نخش على ستيج 2. بداية المتعة، بتركب تيربو أو سوبر تشارج للموتور، ولو الموتور عليه تيربو أصلا فبتبدأ بتعديل الانتركولر عشان تسمح بتبريد أحسن للهواء اللي داخل الموتور، وبتركب إكزوست رياضي أو داون بايب، وبتكون ماسورة فاضية من غير علب بيئة أو كات عشان تسمح بأكبر قدر من تدفق هواء العادم، مع تنزيل فايل سوفت وير أشرس طبعا. وهنضطر هنا إننا نحسن شوية في نظام الوقود بتركيب مضخة بنزين أقوى عشان نضمن إن البنزين يلبي احتياج الموتور. وستيج 2 بتزود من 100 لحد 200 حصان تقريبا على حسب التعديلات اللي مركبها. أما بقى ستيج 3 تعديل أكبر على التيربو أو السوبر تشارج، وبتبدأ تعدل في قطع الموتور الداخلية زي البساتم والكامات، ونظام بنزين معدل بالكامل وتبريد أحسن من كل الأنواع اللي قبل كده. وتعديل الجير أو ناقل الحركة في الستيج دي يعتبر شيء أساسي عشان ناقل الحركة يستحمل الباور اللي هيطلعه الموتور ويقدر ينزله على الأرض من غير ما قطع الفتيس من جوه تتضرر ومن غير أي مشاكل. وطبعا مش هننسى الخطوة الأساسية في أي تعديل، البرمجة اللي هتكون أشرس وأشرس مع كل ستيج بنطلعه. هنا التعديلات دي ممكن تديك من 300 لحد 600 حصان، وده رقم جامد جدا طبعا. آخر ستيج عندنا وده ليفل الوحش خلاص، وهي ستيج 4. انت هنا بتعدل داخلية الموتور تقريبا بالكامل مع تربو أكبر ونظام تبريد وبنزين وإكزوست أقوى بكتير. وغالبا انت هنا عربيتك هتبقى للسباقات بس، غير صالحة للاستخدام اليومي أبدا، وهتحتاج صيانات كتير، ومش محتاج أقولك طبعا مبالغ كبيرة قد إيه، بس هتاخد أرقام مجنونة بتوصل ل1000 حصان على حسب السيت اب اللي انت مركبه.